تعرف إن جسمك فيه أكتر من 600 محرك صغير عضلات يعني؟ طب تعرف إيه هو الهيكل الخرساني اللي شايلك ومكون من 206 قطعة؟ لو فاكر إنك عارف جسمك كويس فالفيديو ده. أهلا بك، أنا محمد فوزي. النهارده هندخل جوه أجمد وأعقد آلة في الكون، هي جسم الإنسان. الجزء الثاني من اختبر معلوماتك أسئلة جسم الإنسان. يلا بينا وشوف هتجاوب كام سؤال. السؤال الأول: ما هو أكبر عضو في جسم الإنسان؟ واحد: القلب. اثنين: الكبد. ثلاثة: الجلد. أربعة: الرئة. طبعا الإجابة الصحيحة هي الجلد. الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان، ومساحته بتوصل ل 2 متر مربع تقريبا يعني. وده هو خط الدفاع الأول للجسم ضد البكتيريا والفيروسات، وكمان يخليك تحس بالحرارة والألم. يعني جلدك ده عبارة عن جهاز إنذار مبكر شغال بدون توقف ولا أجازة، وده يعتبر درع واقي لافف حوالين الجسم كله وبيحميك من أي بكتيريا وفيروسات. السؤال الثاني: كم عدد عظام جسم الإنسان البالغ؟ واحد: 150. اثنين: 180. ثلاثة: 206. أربعة: 300. جسم الإنسان البالغ في كام عظمة؟ 206. الإجابة 206 عظمة. طبعا جسم الإنسان البالغ بيحتوي على 206 عظمة، لكن الطفل بيتولد وهو عنده 270 عظمة. وطبعا مع النمو في عظام بتلتحم مع بعضها وبتندمج مع بعضها ده أثناء النمو. يعني تخيل كده حضرتك بتتولد وانت عندك 270 عظمه، ولما تكبر يبقوا 206 بس. طبعا اكيد العظم حاسس ان الدنيا غلت فبيعمل ايه؟ اندماج مع بعضه كده عشان يوفر في الهيكل العظمي. السؤال الثاني: ما هي وظيفه كرات الدم الحمراء؟ واحد: دفاع عن الجسم. اثنين: نقل الاكسجين. ثلاثه: هضم الطعام. اربعه: انتاج الطاقه. طبعا الاجابه الصحيحه هي نقل الاكسجين. وظيفة كرات الدم الحمراء هي نقل الأكسجين من الرئة لباقي أعضاء الجسم، وطبعا من غيرها لا يستطيع الجسم إنتاج الطاقة اللازمة. يعني كرات الدم الحمراء دي تخيل بتشتغل في جسمك زي عامل ديليفري، بيشتغل بدون توقف وبدون أجازة ومن غير ما يقول لك السيستم وقع ولا أي حاجة، يعني شغال 24 ساعة. السؤال الرابع: أين يتم هضم الطعام بشكل أساسي؟ واحد: الفم. اثنين: المعدة. ثلاثة: الأمعاء الدقيقة. أربعة: الكبد. طبعا الإجابة الصحيحة هي الأمعاء الدقيقة. الأمعاء الدقيقة هي المكان الأساسي لامتصاص العناصر الغذائية، يعني بيتم فيها امتصاص الدهون والبروتينات والفيتامينات والكربوهيدرات والعناصر الغذائية اللي بيحتاجها الجسم. وطولها بيوصل ل 6 متر. يعني تخيل كده إن الأكل بياخد رحلة في جسمك طولها 6 متر، وبعد كده بيختفي وترجع تقول أنا جعان. السؤال الخامس: ما هي وظيفة الأذن؟ الشم، السمع والاتزان، النظر، التذوق. طبعا الإجابة الصحيحة دي سهلة. الإجابة الصحيحة هي السمع والاتزان. طبعا الأذن مش للسمع بس، لا ده هي وظيفتها إنها تسمع بيها وتحافظ كمان على توازن الجسم، لأن في حاجة اسمها الأذن الداخلية، دي المسؤولة عن توازن الجسم أثناء الحركة، وأي خلل فيها بيؤدي إلى صداع ودوخة، وممكن يختل توازن الجسم في لحظة. يعني حضرتك لو قايم كده فجأة وحسيت بدوخة أو صداع جامد، يبقى كده الأذن الداخلية السيستم بتاعها بيعمل إعادة تشغيل يعني. السؤال السادس: كم عدد عضلات جسم الإنسان؟ 200. 400. 600. 1000. الإجابة الصحيحة هي 600. جسم الإنسان بيحتوي على أكثر من 600 عضلة، ودي طبعا بتبقى مسؤولة عن الحركة وتعبيرات الوجه وكمان التنفس. وفي عضلات بتشتغل تلقائيا بدون تدخل منك خالص يعني تخيل حضرتك كده عندك أكثر من 600 عضلة في جسمك، ولما تروح الجيم كلهم بيقولوا لك انا ايه، احنا مش معاك.
وبيطلّعوا عينك عشان تكبّرهم يعني. إحنا النهارده خلّصنا الجزء التاني من تحدي جسم الإنسان، وقُلنا أسئلة مفيدة وطبعًا أسئلة سهلة. أتمنى إن أنتم تكونوا استفدتوا، وباتمنى إن أنتم تعملوا لنا لايك وشير، وفي النهاية هاقول لكم تحية.